السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى أبو داود والترمذي وابن حبان وابن ماجه وغيرهم بإسناد صححه شيخنا الألباني أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. يا الله، هل استوعبت هذا الحديث؟ ابن خزيمة رحمه الله وغيره من أهل العلم قال: ما سمعنا حديثا للحبيب المصطفى أعظم ثوابا من هذا الحديث. من غسل يوم الجمعة واغتسل، أي من غسل رأسه ثم غسل جسده كما يغتسل من الجنابة، كما قال الشيخ ابن عثيمين. وقال الشيخ الألباني: من اغتسل وكان السبب في غسل زوجته، وبكر وابتكر، خرج مبكرا في أول النهار، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. تخيل لو مشيت 10,000 خطوة في ميزان حسناتك في يوم القيامة، 10,000 سنة عبادة صيامها وقيامها. طيب لو رجعت ماشيا 20,000 سنة. طيب لو أخذت صديقا من أصدقائك 40,000. طيب لو أخذت عائلتك، ما شاء الله. طيب لو نشرت هذا الكلام عبر الواتساب أو الفيسبوك واستفاد به أحد إخوانك، لك أجر عظيم، فالدال على الخير كفاعله. في الختام إخواني، حاول بقدر الإمكان أخي الفاضل طبق هذا الحديث ولو مرة في العمر، ففيه أجر عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى من نشر هذا المقطع أن يفرج الله همه، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب، وأن يشاركنا إن شاء الله في الأجر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.